السلام عليكم الناس ديال زينة ستوريا. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نبدا معكم قصه ديال شاب عاش واحد التجربه مختلفه، قصه فيها كثير من التحديات، وبغاكم تنصحوه وتقولوا له شنو يدير. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. انا ياسين تولدت وكبرت في مدينه بن قرير، مدينه صغيره فيها الغبره والشمس والناس اللي عايشين بقلوبهم. من وانا صغير كنت مختلف شويه، ماشي بزاف. كبرت في دار بسيطه، الوالد كان خدام في الموقف، مره يخدم مره لا، والوالده كدير شويه ديال الطياب للناس باش كتعاون الوالد في المصاريف ديالنا. ما كناش عايشين مرفهين، ولكن كنت كنبغي نضحك نعيش وندير شي حاجه مميزه في حياتي. اكبر متعه عندي كانت كنخرج للطبيعه، نقرب من الشجر، نشوف الغازون كيفاش كينوض من التراب ونقلب في الارض. كنت كنجلس نجمع شويه ديال الحجار وكنحطهم حدا لي بلونط، وكنبدا نكتب في الملاحظات في واحد الكناش صغير ديال المدرسه. في المدرسه ما كنتش متفوق بزاف، ولكن كنت مميز. الاساتذه كيعجبهم فيا الفضول والاسئله اللي كنسول. كان عندي حلم واحد، نكون مهندس في الميادين ديال النباتات، نغرس نفهم ونخدم الارض بطريقه علميه. في الباك ضربت التماره، قريته بنيه وحده، نخرج من الفقر بالعلم ونحقق داك الحلم اللي كنت كنرسم. جبت الباك وديك اللحظه حسيت براسي قريب بزاف. مشيت نكمل في مراكش، دخلت لافاك وكنت كنفكر انني دابا فوق سكه الحلم ديالي، ولكن منين وصلت الدنيا كانت مختلفه. اول نهار دخلت فيه لافاك في مراكش حسيت بحال نزلت من شي كوكب اخر. الناس كانت لابسه مزيان، ضاحكه، مجموعات وانا بوحدي. هاز كارطابل ديالي وعيني كدور على المدرج رقم 5. كنت كنقول مع راسي هنا فين غادي نبني المستقبل، هنا فين غادي نحقق الحلم. ولكن الواقع كان قاسي شويه. لافاك كانت دايره بحال شي سوق كبير، كلشي كيجي ويمشي. الاساتذه كيهضروا بحال دايرين كيديروا الخبار، ماشي في فصل كيقريو فيه. ما كانش شي حد كيسول واش كتفهم، واش محتاج شي حاجه. كلشي خاصك تدبر عليه براسك. بديت كنحاول ننسجم. تعرفت على شي دراري، واحد منهم سميتو سفيان. كان باين عليه ولد عائله، ولكن ظريف وكيضحك، كيسوال، كيعطي النصائح. قربت منه ولات بيناتنا صداقه. كنا كنمشيو ناكلو مجموعين، كنقراو في مكتبه، وحتى بعض المرات كينزل عندي الحي الجامعي. كنت كنقول والحمد لله بعدا لقيت على الاقل شي حد يفهمني. ولكن مع الوقت بدا كيبان لي وجه اخر. سفيان كان كيتفلى عليا قدام الناس، كيضحك على اللباس ديالي، على الهضره ديالي، وتيقولها بنيه الضحك، ولكن الضحك ديالو كان كيجرح. والمصيبه بدا كيهضر عليا من ورا ظهري، كينشر في الكذوب وكيقول انني فقير وكنطلب من الناس. وصلت لي حتى من واحد البنت كنت كنهضر معاها، عجبتني من بعيد وكان عندي امل انني نتعرف عليها، ولكن سفيان سبقني ليها وقال لي انني غير مسكين وما عندي حتى باش نعيش، وخلاها تبعد عليا. في ذاك النهار رجعت للحي الجامعي وانا ساكت. حسيت بواحد الطعنه، ماشي من الغربه ولا من الفقر، ولكن من الخيانه. خيانه من انسان كنت كنشوف فيه بحال خويا الكبير في الغربه. بديت كنبعد على الناس، كنقرا بوحدي، كنمشي بوحدي ساكت، حتى الحلم ديالي بدا كيتشوش عليا. في هاد اللحظه بديت كنشك انه ربما واش نقدر نكمل الحلم ديالي ولا لا، واش فعلا نقدر نكمل هاد الطريق اللي بغيت نبداها ولا لا، واش حلمي باقي ممكن في وسط هاد الزحام ولا لا. مع الوقت بديت كنحس براسي بحال شي آلة وسط آلة كبيرة سميتها لافاك. كنت كنمشي للمحاضرات ولكن قلبي ما كانش تما. المواد اللي كنقراها كلها كتحكي على نظريات بعيدة، اقتصاد، فلسفة، علوم اجتماعية. وانا كان حلمي نغرس شجرة، نشوف فيها حتى تكبر، ندرس في النباتات، نشم الارض، نعيش معاها. في اول عام كنت كنقنع راسي صبر، غير دوز الاساسي ومن بعد قررت غير الشعبة. ولكن الحقيقة ما كان حتى حد مهتم باحلامي ولا كيسمع لطموحي. كل نهار كنت كنفيق بكري، كنمشي نقرا بلا نفس ونرجع مع المغرب للحي الجامعي كاعي ومشتت. البعد على دارنا، الوالده كتسول فيا وانا كنقول لها كلشي مزيان الوالده، ما كنتش باغي نقلقها ولا نزيدها هم فوق هم. اما سفيان الخيانه ديالو كانت بحال السم، كان باقي كيدور في القسم تيضحك، تيبقى يشوف فيا بديك النظره الغريبه بحال باغي يقول لي انا قتلتك من الداخل وحنا باقيين ساكنين في بلاصه وحده. كنت عارف راسي ضايع، ولكن ما عندي ما ندير، لا الفلوس كافيه باش نقلب على جامعه خاصه، ولا عندي معارف في هذا الميدان، ولا حتى فكره منين نبدا. مرات كنطلع للسطح ديال الحي الجامعي في الليل، كنجلس بوحدي وكنبقى نشوف في السما.
بديت نحس ان لافاك ماشي هي طريقي. بديت نفكر نحبس، نرجع نقلب على خدمه، نعاون الوالد ونخلي الحلم ديالي. ولكن قبل من اي قرار خاصني نكون صريح مع راسي. واش فعلا غادي نتحمل نعيش حياتي كامله بعيد على الحاجه اللي كنبغيها؟ من بعد عامين ديال القرايه في شعبه ما عندها حتى علاقه بالحلم ديالي، خديت القرار. ماشي قرار سهل ولكن كان ضروري. خرجت من الباب الكبير ديال لافاك وانا ساكت. ما بكيتش، ولكن قلبي كان كيدق بحال شي طبل وسط راسي. رجعت لبن قرير، ولكن ما بقيتش، بغيت نرجع نعيش مع دارنا. كنت باغي نعتمد على راسي. لقيت واحد الخدمه في مراكش في واحد الشركه صغيره كتبيع مواد فلاحيه، وبديت خدام. كيعطيوني داك السالير قليل ولكن كافي نخلص به الكرا ونعاون والديا شويه. كريت بيت صغير مع واحد الدري خدام معايا سميتو عادل. ما بيني وبينه والو من غير السلام. ما كنهضروش بزاف، كندخلو ونخرجوا بحال جوج ما تعرفوش بعضياتهم. كنت كنفضل نبقى ساكت. كنجي من الخدمه كنطيح على الفراش، كنهز التليفون، كنبدا نقلب في الفيديوهات وتنقول مع راسي فين كنت وفين وليت. الخدمه كانت مستقره ولكن بلا روح. كندير اللي طالبين مني بالحرف، ولكن داخليا ما كنتش كنحس براسي حي. الناس في الشركه ولاو كيعرفوني كالدري الساكت، ما كنضحكش بزاف، ما كنهضرش. كنحاول نكون محترم ملتزم، ولكن كنهرب من العلاقات. بديت كنخاف نثيق في شي حد، خصوصا بعد اللي وقع مع سفيان. الوقت كان كيدوز وانا كنخدم كنعيش، ولكن بلا هدف واضح. الحلم ديال النباتات بقى مدفون كيطلع ليا غير في الاحلام. كنت كنسول راسي دايما، واش غادي نبقى هكا ديما ولا باقي ممكن نرجع نبني شي حاجه؟ وكل مره كيجيني جواب غامض. بديت كنحس براسي ضايع، عايش في واحد الروتين جامد. واخا كنخدم مزيان ولكن بلا شغف وبلا روح. في واحد النهار كنت شاد التليفون ديالي وتنقلب في المنتديات اللي كيهضروا فيه على التوجيه المهني. دخلت كنقرا، كنجاوب، كنشارك. ما كنتش كنتوقع انه وسط داك البحر من الكلمات غادي نلقى هند. جاوبتني على تعليق ديالي بجواب طويل حكيم فيه الدفء. مشات وجات بيناتنا رسائل وسولنا على بعضياتنا، وبدينا كنهضروا كل نهار في الصباح وفي الليل. هند كانت كبر مني ب15 عام، بنت قاريه خدامه وعندها واحد الهدوء في الهضره ديالها كيخليك تحس بالامان. ماشي الهضره ديال العلاقات الخاويه، ولكن ديال التجارب، ديال الفهم، ديال العمق. قلت ليها في واحد الهضره انا كنخدم ولكن ما مرتاحش، كنحس براسي بحال شي آلة، كندوز نهاري وكنرجع بلا فرحه. جاوباتني: ياسين، ماشي عيب تكون تايه، ولكن العيب هو تبقى ساكت وتخلي راسك تغرق بلا ما تمد يدك لراسك. بدات كتفتح ليا باب جديد. سولاتني: شنو كتخمم دير في حياتك بصراحه؟ شنو بغى ياسين؟ قلت لها: بغيت نكون قريب من الزرع، نعيش وسط الطبيعه، نخدم في شي مشروع فلاحي، نتعلم نكبر مع النباتات. سكتات ومن بعد قالت لي: ايوا نعاونك، نخرجك من هاد العزله. شنو رايك نسافروا نديك لشي فيلاج بعيده تعيش نهار ولا يومين في واحد الجو طبيعي وتسترجع الحلم ديالك؟ تصدمت، ولكن حسيت بكلمه نخرجوك من العزله كتقيس شي حاجه لداخل ديالي اللي ما قدر حتى حد يقولها لي. هي قالتها لي بكل بساطه. بقات كتقولي شنو ممكن ندير، كيفاش نعاود نبني الثقه في راسي، كيفاش نتعرف على ناس جداد، نتعلم نتكلم بلا ما نخاف وبلا ما نكون معقد. بقات كتوريني طرق بسيطه نقدر نبدا منها، صفحات نتابعها، دورات قصيره نكملها، واهم حاجه كانت كتقول لي ماشي كلشي خاصو شهاده، كاين شي حاجات كتعلمهم من الحياه، من الخطا، من التجربه. بديت كنفيق مع الصباح وكنتسنى الرسائل ديالها. كلامها كان بحال الشمس كتصب عليا وسط السحاب. انا اللي كنت كنهرب من الناس وليت كنخمم نخرج نتلاقى نجرب. ما كنتش كنفكر في العلاقات، ولكن هند ما كانتش علاقه، كانت فرصه نبدا نحيي راسي، نرد الروح للحلم ديالي ونرجع نحس براسي ولد الحياه ماشي عبد الخدمه. كنت كنقول راه غير سفر قصير يومين ونرجع، ولكن ديك الرحله بدلت فيا بزاف. مشيت مع هند لواحد الفيلاج كبيره ولكن منظمه، فيها الروح، الارض خضراء، الشمس سخونه، والناس اللي خدامين فيها فرحانين. كانوا كيتعاملوا مع الارض بحال الام ديالهم وكيهضروا على الزرع بحال الابناء ديالهم. دوزت معاهم نهار كامل، كنت كنعاون، كنخمم، كنتفرج وكنسول. رجعت للدار وانا ماشي انا.
هاد المره قلبي عامر وعيني عامرين بالتصاور ديال الحلم اللي نسيتو، وقلت مع راسي ياسين، واش غادي تبقى هكا كتخدم بلا روح ولا خاصك تبدا تخطط بجديه؟ بديت كنقلب شنو خاصني نقرا، شنو الدبلوم اللي يقدر يقربني نفتح المشروع ديالي، شنو هما المدارس اللي كيعلموا الانتاج البيولوجي والمواد العضويه، المشاريع الفلاحيه الصغرى. كنسول راسي ولكن حسيت انني خاصني نسول الناس حتى هما. بغيت نعرف واش كاين شي تكوين قصير يعلمني البدايه. انا ما بغيتش نبقى غير نحلم، بغيت نتحرك. الهضره مع هند خلاتني نفيق، ولكن دابا خاصني خطوه فعليه. هاد القصه ماشي نهايه، هاد القصه هي بدايه ديال سؤال كبير. انا بغيت نخدم في مجال الزرع والمواد العضويه، منين نبدا وشنو تنصحوني؟ ناس زينه ستوريا، هنا نكون ساليت القصه ديال اليوم. شكرا بزاف لانكم تبعتوا القصه حتى للاخر. كنتمنى تشاركوني ارائكم في التعليقات، ونتلاقاو في حكايه جديده ان شاء الله.